تحية خاصة لمشاركينا متابعينا من مغاربة وجزائريين داخل الأوطان وخارج الأوطان. يديك معنا بارتاج تعليق ورمز إعجاب. رمضان كريم. صحة فطوركم. الحقيقة في دقيقة في قناة الحقيقة. الطوابير بين المغرب والجزائر. اش واقع؟ كانوا بعض الفلاسفة والمحللين في مواقع التواصل الاجتماعي تيتهجموا على الجزائريين، تيقولوا الجزائر فيها الطوابير. الجزائريين تيشدوا الطوابير على الحليب. خرجنا في فيديوهات سابقة وشرحنا في قناة كل المغاربة وقناة كل جزائري وقلنا لا للفتنة، لا للفتنة. هذاك الحليب اللي تدار عليه الطوابير هو مدعم. انا جاو قالوا لي اليوم اللحم داير 35 درهم مدعم، انا غندير عليه ندير عليه الطابور لانه رخيص. كانوا البعض تيقولوا بان الجزائر فيها طوابير العدس والحليب وما عندهمش البنان وما عندهمش. اليوم انا شد طابور ديال بعض المغاربه في مدينه مراكش على مول الحوت. هاد مول الحوت اللي تحدث عليه البعض وقال الظاهره. حنا الظاهره، بعض الفلاسفه والمحللين تحدثوا على مول الحوت وقالوا الظاهره. هاد الظاهره هذا اللي الكل تبعه، الكل اللي تيتحدث على مول الحوت. هاد مول الحوت تيجيو الناس يديروا الصف من اجل كيلو ديال السرديل ب5 دراهم عند مول الحوت. شنا الشارع مملوء عن اخره بالمواطنين تيتسناو النوبه ديالهم من اجل كيلو ديال السرديل ب5 دراهم، والكل تيشوف هذيك الصوره. هاد مول الحوت اللي خرج في فيديو مع موقع الكتروني وضامنا معاه بشرط. علاش ضامنا معاه؟ لانه فضح المستور. ولكن اليوم مول الحوت اللي دايرين عليه ضجه خرج في فيديو اخر وتحدث على الحكومه بان الحكومه زوينه. فين كاين المشكل؟ في الوسطاء، في السماسره، قال لك هما اللي تزيدوا الثمن. واليوم تنطرحوا سؤال على مول الحوت المراكشي. فين هي الرقابه ديال الحكومه؟ علاش اليوم هذاك الحوت تيطاكسا ب4 دراهم و5 دراهم و3 دراهم وتيوصل لطنجاوي ب25 درهم؟ اليوم انت ما بغيتيش تحدث على هذا الشيء. هذا السيد تيلعب على الشهره واليوم هو داير طابور. نخسر في السردير والربح في التيك توك، هذا الشيء معروف. ولكن انا بغيت نشوف الفيديو تنشوف الناس واقفين على كيلو ديال السرديل ب5 دراهم، ونحن نتحدث على طوابير الحليب في الجزائر. هذاك الحليب مدعمه الدولة يديروا عليه طوابير. حنا واحد تيجي تيبيع السرديل ب5 دراهم باش يطلع الحساب ديالو في التيك توك ويستافد في التيك توك. وجينا حنايا قلنا مزيان غادي نضامنوا مع هذا الاخ من اجل فتح تحقيق ولجان تقصي الحقائق وكل شيء ياكل السرديل ب5 دراهم. ولا الحي تاع هذا المواطن هذا ولا تيجي ب5 ديال الصناديق وتوزعها بعض بلاتي. ونطرحوا سؤال اخر على مول الحوت، لان اليوم احترم الوعي ديالنا يا ولدي يا مول الحوت. هادوك 3 الكانطيرات اللي جاوك من الصحراء شكون اللي صيفطهم لك؟ هذه الاولى. ودرتي ليهم 10 ريال الكيلو. 10 ريال الكيلو. واش كاع المراكشيين اليوم تياكلوا السرديل ب5 دراهم؟ غير في الحي تاعك تجيب 5 ديال الميكات ديال الصنادق وتدير بهم البوز. هذه هي الحقيقه في دقيقه. حنا ابناء حاضره المحيط اسفي تناكلوا السرديل لا رخاص تناكلوا ب7 دراهم 8 دراهم. الحين راه داير 10 دراهم حتى ل 15 درهم. هذا هو السؤال. اليوم هاد الناس بغاو يدوخونا مع مول الحوت باش ننساو
خوتنا اصحاب هدم المنازل وخوتنا الحين اللي متضررين الزلزال اللي الحين مازال ما ساكنينش، ونمشيو حنا مع مول الحوت ونجيو نستضفوا مول الحوت في برنامج رشيد شو ونتكلموا على كذا وكذا وكذا. اليوم ولدي أقولها لك وبكلمة واضحة: لقد أخطأت الطريق وتوت في غابة الأمازون. ولهذوك الناس اليوم اللي كانوا تتحدثوا على الطوابير، اليوم شوف مول الحوت المراكشي اشنو واقع عنده، واش اليوم المواطن اليوم تيتسنى النوبة ديالو باش ياخذ. هذه إهانة مول الحوت، إهانة. المواطن داير الصف على سرديل على كيلو السرديل ب5 دراهم، وهذا السرديل من جايبو؟ هذا السرديل ماشي ديال اسفي، ماشي ديال الاسفل اللي تتبيعو انت ب5 دراهم. باش نكونوا واقعيين حبيبي، ما تدوخنيش، انا راني عايق بيك انا. علاش خرجت وتضامنت معاك؟ علاش قلنا اجي هاد الوليد اليوم فضح المستور، وبغينا نخدموا على هاد الشيء، بغينا نعرفوا الثمن ديال الاسماك الحقيقيه، بغينا نعرفوا الثمن ديال اللحوم الحقيقيه، بغينا نعرفوا الثمن ديال الفواكه والخضروات، ونمشيو لابعد، نمشيو نعرفوا حتى السكن شحال تتقام عليا الشقه. حتى هي جيتي وليتي تمشي عند رجل البحر تجيب واحد الرجل البحر اللي تيكذب وتيقول لك انا تنبيع السرديل ب3 دراهم 4 دراهم. لا، السرديل تيطاكسا ب3 دراهم و4 دراهم، تيتباع ب 12 درهم و13 درهم الكيلو. ما تكذبش على الناس، حنا ابناء حاضرات المحيط ونفهموا اكثر منك. لا، تيطاكسا في الوراق ب3 دراهم و4 دراهم و5 دراهم، وطرح سؤال علاش يطاكسا ب3 دراهم و4 دراهم. وهذا شنو؟ هذا دور الحكومه الرقابي على السرديل. الحكومه اللي خرجتي وانت قلتي لها زوينه وحملتي المسؤوليه للسماسره. اذا اليوم رساله واضحه لهذوك الناس اللي كانوا يتحدثوا على طوابير. احنا اليوم ولو عندنا الطوابير في مدينه مراكش ديال هذا السيد اللي تيبيع، شحال تيجيب 5 ديال الصنادق. واش 5 صنادق شحال كافيه؟ ما كافيه ليه حتى الحي تاعو ما غير كافيه. تيجيب هذوك 5 صنادقات يدير لهم 5 دراهم باش يبيع بهم حوت اخر. هو مستفد في المشاهدات، مستفد من النموره ومستفد من السبوعه ديال التيك توك. هادشي اللي كاين اولدي، بلا ما تخادعنا. احنا وقفنا معاك وضامنا معاك، ولكن راه قد اخطات الطريق وتوت في غابه الامازون ولدي. ما كاينش شي سرديل تيتباع ب5 دراهم وتش حنا عارفينه، والكل عارفه، صغير وكبير عارفه بان الحوت كثار من هذاك الثمن. هو نعم خاصو يتباع ليا انا، يتباع ليا ب5 دراهم و6 دراهم، ولكن انت هو الاستثناء. في المغرب اللي تتبيع السرديل ب5 دراهم. ومراكش اللي فيها تقريبا 1,200,000 نسمه، واش المراكشيين كاملين تياكلوا السرديل بهذاك الثمن؟ اليوم تنطرحوا اسئله كبيره وهذه رسالتي، وبغينا هذا الفيديو تبارطاجي باش يوصل. ما بغيناش نتكلموا على الاخرين ونتكلموا على طوابير الاخرين وننشروا الاكاذيب. الحين كاين شي طوابير الناس باركين خدامين تينتجوا الفاصوليا ديالهم، الحليب ديالهم، مشاريع كبيره في الجزائر. اما داك الشيء اللي تيدار عليه الدعم عفوا اللي تيدار عليه الطابور راه مدعم. حنا راه ما عندناش داك الشيء مدعم. انا الاول بغا يقولوا لي اللحم داير 35 درهم او الزيت داير 5 دراهم، غادي ندير عليه الطابور لانه رخيص، لان الدوله ساهمت فيه بواحد 50% حيدت عليا. اذا غادي نشد الصف، لان الكل غيبغي يمشي لهذاك الزيت، وكل شيء غيبغي يمشي لهذاك الدقيق وهذاك المدعم لانه هو رخيص. فهموا. ولكن اليوم حنا بلاد فيها جوج بحوره ومعروفه مدينه اسفي بان هي اللي الفورنيسور الوحيد زائد اكادير والصحراء اللي تتفورني السرديل ونشدوا عند هدموا الحوت المراكشي، نشدوا عنده الصف بكيلو باش ناخذوا كيلو ديال 5 دراهم. صوره انا بعدا ضراتني في خاطري انا داك الصوره ديال هذاك الوليد اللي يجيب 5 صنيطقات ودير هذيك الحاله. الناس الشارع عامر كامل تيتسناو النوبه ديالهم على قبال كيلو ديال السرديل ب5 دراهم. واليوم غادي نشوفوا هذا الوليد مع رشيد شو، وهذا الوليد فين كان شحال هادي. الله بان 2025 وحنا تنعرفوا 26 كاينه انتخابات، وعلاش ما بانش شحال هادي في 21 و22؟ وشكون اللي صيفط لي هذوك الشاحنات ديال السرديل؟ اسئله خاصها الاجابه ديالها. واليوم هذا الوليد هذا خرج قال لك المشكله فينا حنا كشعب، في الوسطاء هما اللي تيزيدوا. لا حبيبي لا،
انت ما بغيتيش تقول الحقيقه، انت عارف الحقيقه ولكن ما بغيتيش تقولها، ومن حقك انك ما تقولهاش، من حقك انك ما تحملش مسؤوليه للحكومه، ولكن لا، ما تحملش المسؤوليه وما تكونش قاسي على دوك التجار البسطاء اللي تيشري صندوق السرديل ب 250 درهم، واش بغيتي يبيعها ب5 دراهم؟ يا لي الحال يا لي الحال، وامتى يصفى الحال؟ والى الملتقى ان شاء الله.